تعالوا النهاردة نعمل أسرع وأطعم وصفة بسلة باللحمة. بجد لو حتى في فرح وعايزة تعملي أكبر كمية من البسلة مش هتاخد معاكي غير دقايق. فتعالوا نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. زي أول حاجة بنبدأ نعملها، طبعا عندي هنا حلة. طبعا أنا كنت عاملة 2 كيلو من اللحمة، فباجي هنا في حلة كبيرة عندي 4 بصلات كبار، ببدأ أخرطهم بالطريقة دي. طبعا أنا كنت عند والدتي وأنا مش من الناس اللي بتحب تخرط بصل، تقطع بصل، بحب أفرمه في الكبة. فلو مش متوفر عندك كبة بتبدأي تفرمي البصل كمية كلها بنفس الطريقة، وبعد كده بتبدأي تنزلي عليها باللحمة اللي انت هتعمليها. طبعا انا حطيت 2 كيلو من اللحمة زي ما انتوا شايفين بعد ما شطفتها كويس قوي. وباجي هنا بنزل عليها ب2 قرن من الفلفل، قرنين فلفل حلوين. وبعد كده بنزل عليها بالملح، وبنزل عليها بالفلفل الاسمر، وبنزل عليها بالكزبرة. وهنا عندي الطماطم زي ما انتوا شايفين، ده حوالي كيلو الا ربع من الطماطم. بحط كمية المية، المفروض ان انا اغطي الطماطم بس عشان لو غطيت الطماطم بالمية هتطلع بره الخلاط انا وبفرمها. فبرجع تاني انزل برضو بالشفشة حبة من المية، اغطي اللحمة كويس لان المية دي هي اللي هتسويلي البسلة واللحمة في الفرن، يعني مش هرجع ازودها تاني. طبعا نزلت لها معلقة كبيرة من السمنة ورفعتها على البوتاجاز. بعد ما بتاخد غلوتين على نار عالية جدا ببدأ هنا انزل بالبسلة والبطاطس والجزر. ايوه هما الاتنين، البسلة هتاخد نفس تسوية اللحمة هي والبطاطس والجزر، وكله ده هتشوفوه معايا اخر الفيديو. بديلهم تقليبتين وبغطي عليها وبسيبها معايا برضو تاخد غلوتين كمان. في الوقت ده بكون سخنت الفرن الغاز على اعلى درجة حرارة وسخن معايا جدا، او لو هتسويها في فرن البوتاجاز برضو لازم تسخني الفرن بتاع البوتاجاز كويس قوي. بعد كده بعد ما بتغلي معايا والفرن يكون سخن بتحطيها فرن الغاز، بتحطيها زي ما انتوا شايفين كده على الصاجة، وتسيبيها شغال عليها النار وسط من تحت بالطريقة دي، وبسيبها لحد لما تستوي. لو في فرن البوتاجاز برضو بتحطيها على الأرضية شغال عليها بس من تحت على أعلى درجة حرارة لحد لما البسلة واللحمة معاكي تستوي. في ساعتها بتطلعيها على طول. شايفين الجمال؟ لو انت حباها بالطريقة دي، انا ما بحبهاش فيها صوص، فبحبها يعني متسبكة، فبسيبها لحد لما بتنشف معايا. كده وصفتي للنهارده خلصت. طبعا شايفين البسله بتضغطي عليها بتلاقيها مستويه حلوه قوي، والبطاطس بنفس الطريقه، وكل حاجه فيهم محتفظه بشكلها، واللحمه معايا واخده نفس التسويه. احلى حاجه في الفرن انك بتديكي نفس التسويه لجميع الخضار. فاتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو لايك وشير للفيديو، وصلوا على رسول الله.